مسلسل سبايدر مان ذا نيو انيميتد سيريس اللي تم انتاجه سنة 2003 كان محاولة مختلفة لتقديم بيتر باركر بعد فيلمه الاول اللي تم اصداره سنة 2002، لكن للأسف اتصنف كأضعف نسخة من نسخ سبايدر مان كلها. فالمسلسل استخدم تقنية السي جي اي اللي كانت جديدة وقتها، لكن النتيجة طلعت غريبة جدا، فتعابير الوجوه كانت محدودة والحركة مش طبيعية، والإضاءة الداكنة خلت العالم يبان بارد ومفصول عن الإحساس. كمان القصة كانت مشوشة جدا، فالمفروض إن هي بتكمل أحداث الفيلم الأصلي، لكنهم غيروا حاجات كتير في الشخصيات، فما بقتش لا جزء من الفيلم ولا حتى عالم مستقل، وده خلى الناس تتلخبط وما يتعلقوش بيه. حتى الشخصيات المهمة زي ميري جين وهاري ظهروا من غير أي تطور حقيقي، ده غير إن حتى الأشرار نفسهم كانوا بيتبدلوا في كل حلقة من غير دوافع واضحة. والنتيجة إن المسلسل حسسك إنه تجربة ناقصة مش عمل متكامل. ومع إن بعض الناس بتشوفه كمحاولة جريئة أو كان سابق العصر وقتها، إلا إن الحقيقة إنه ما يقدرش ينافس أبدا السلاسل المشهورة زي سبكتاكولار سبايدر مان اللي تم إصداره سنة 2008، واللي ممكن نعمله حلقة منفصلة لو حابين، واللي طبعا قدم كتابة قوية ودراما مؤثرة وأكشن متقن. وعلشان كده ذا نيو انيميتد سيريس بيفضل تجربة مثيرة للفضول، لكنها ما قدرتش تسيب بصمة حقيقية في تاريخ سبايدر مان.